السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. النهاردة معانا الصف الأول الإعدادي ومعانا طالب متميز عمل لنا النهاردة تكييف. نتعرف عليك؟ علي عماد علي السيد علي علي، أنت عملتي إيه النهاردة؟ تكييف. طب احكي لنا يا علي، عملتي إيه؟ إيه الخطوات والأدوات بتاعتك؟ جبت جردل وعملته وحطيت فيه تلج، وجبت موتور وبتاعت حجارة وبتاعت ريموت وسلكين وصلتهم بالحجارة. تمام. ووصلتهم بالموتور وفي مروحة من جوه. طبعا هنا الجردل ده جواه إيه؟ جواه تلج. طبعا عشان يبرد لي الهواء، درجة حرارة الهواء. طيب ورينا كده هتركبها ازاي؟ المروحة من تحت، ورينا المروحة كده تاني يا علي. بص المروحة راكبة من تحت. تمام. شغاله بقى. طبعا المروحة جوه بتلف فبتحرك الهواء البارد فيبدأ يخرج من الفتحة هنا فيبرد الهواء الايه؟ المحيط. ودي فكرة جميلة جدا لعمل التكييف. شاطر يا علي. حط ايدك كده، حد من الزملاء يجي يحط ايده. شغله يا علي. هي كريم حاسس ببرودة الهواء؟ تمام، يبقى انا كده التكييف اشتغل. برافو عليك يا علي. في اي سؤال لعلي؟ عاوز اعرف هو عامله ازاي. احكي لنا بالتاني بالتفصيل الخطوات يا علي. جبت جردل وسلكين وشمع ووصلت السلكين في الموتور وعملته بالشمع ولزقت كله وجبت يعني عمل دايرة كهربائية؟ جبت اللي هي بتاعت الزمارة ديت حطيتها ولزقتها بشمع برضه. انا جايب التلج وشغلته قبل ما اجيبه. برافو عليك. يعني هو جرب التكييف قبل ما يجيبه عشان يعرف هو شغال ولا لا. ودي خطوه مهمه جدا جدا. لما انت تيجي تعمل اي اختراع او اي فكره جديده انت لازم تجربها قبل ما تعرضها. برافو عليك يا علي. اي سؤال تاني؟ خلاص. طيب نعمل سباعيه حلوه قوي لعلي. شكرا يا علي، وهنستناك في اختراعات جديدة وأفكار حلوة جديدة، وربنا يوفقك في حياتك.